بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بيبدأ مشوار البطولة الأفريقية بفوز ضعيف جدا جدا جدا. مباراة أقل من المستوى بصراحة. يعني مفروض إن اللعيبة راجعة من المنتخب وفي الباقي مريح. كنا شفنا أداء أحسن من كده وفرص اكتر من كده. تخيلوا ان النادي الاهلي النهارده ما ضيعش فرصه. تخيلوا يعني. هل ده بقى راجع ان هم بيلعبوا على ملعب ترتان، ولا ان هم مستسهلين الماتش، ولا ان هم عارفين ان هم هيكسبوا؟ بس حتى لو هم هيكسبوا ما يبقاش الاداء بالشكل ده، وتحديدا الشوط التاني كله تحس كده ان الفرقه اللي هي الضعيفه قوي دي ان هي تسيدت او استحوذت. هي ما راحتش ولا ضيعت فرص، بس الشوط الثاني تحس كده البدني بتاع النادي الاهلي مش كويس. ادى افضليه للفرقه ان هي تمسك كوره في نص الملعب والكلام ده، وما شفناش فرقه النادي الاهلي الشوط الثاني في اي خطوره. يعني بصراحة مباراة للنسيان، يعني انسى وعدى وخلاص، وهم هيجوا هنا ان شاء الله الماتش اللي جاي طبعا في الاستاد، وهتبقى الامور وضحت والكلام ده. طبعا في ناس كتيرة بتتكلم وبتسألني على المدير الفني. لا طبعا هو مش هيبان دلوقتي خالص، لان ولا بصمته هتبان دلوقتي ولا امكانياته هتبان دلوقتي. فيما بعد بقى يعني كل ما يبدأ ماتشات في الدوري وبعد كده يخش ماتشات افريقيا هنبدأ نحس بامكانياته وبصماته، اذا كان عنده بصمات ولا ما عندوش. كل ده هيبان، انما ما يبانش النهارده. يعني في ناس بتقول لك ان هو عايش في المباراة وعمال بيتكلم ويوجه ويصحح الاخطاء. اخطاء ايه اللي صححها؟ كل ده مش هيبان دلوقتي، وهنشوفه لسه في الماتشات اللي جايه. ولكن انا شايف ان هو فوز باقل مجهود. النادي الاهلي جاب جون من خطأ لمدافع بروندي، فريق بروندي ده، وقدر ان هو يحافظ عليه. وفرقه بصراحه انا ما اعرفش الفرق اللي زي دي بتاخد يعني الدوري بناء على ايه، وتشترك في افريقيا بناء على ايه. فرق ضعيفه جدا جدا. عشان لما بنتكلم كده بنقول ان افريقيا بتبدا من دور الثمانيه وانت طالع بقى الدور الاربعه قبل النهائي للنهائي. الناس بقى بتقعد تقول لك لا بطوله افريقيا ما فرقه. ده في فرق عندنا في الدوري المحترفين احسن منها واقوى منها في دوري المحترفين. يعني هي يعني فرقه زي دي لو جت عندنا في الدوري المحترفين اعتقد انها تهبط. ولكن هو ده قدرنا بالنسبه للكره الافريقيه يعني. على العموم مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومباراه للنسيان، ويفكروا بقى في الماتش اللي جاي هنا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.